السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض المخلل المشكل. طبعا الناس اللي هي ما عملتش مخلل رمضان هنعمل النهاردة ونلحق ان شاء الله هناكله على رمضان، فاضل اسبوعين. وبجد عايزة اقول لكم طريقة النهاردة حلوة وسهلة، وكمان هنقول كل التريكات كده والاخطاء وحتى الحاجات اللي المفروض نعملها واحنا بنعمل مخلل المشاكل ده عشان كمان نطلع بنتيجة كويسة. ما تنسيش اللايك ويلا بينا. عندي هنا كمية من الجزر ده يفضل يبقى كبير زي ما انتم شايفين، ما يبقاش صغير، على اساس لما اجي اقطعه يبقى كله قد بعض. الجزر هنا طبعا انا قشرته الاول، يفضل جدا يتقشر ويتغسل ويتحط في ميه بالشكل ده. لما باجي اقطعه بقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، عندك سكينه عندك قطاعه، المهم يتقطع عندك قطع ما تبقاش كبيره وما تبقاش سميكه قوي على فكره، لان هو قاسي شويه يعني بيبقى بياخد وقت كده في التخليل، فعلشان هو هيتخلل مع حبه حاجات تانيين ما ياخدش وقت وبرده كله يستوي في وقت واحد. عايزه بقى تقطعي في الاول كده بالورب او حتى تقطعي الجزر عادل، مفيش اي مشكله خالص، ده على حسب رغبتك. حتى بالنسبه للتجزيعه بتاعه القطاعه ديت تقدري تقطعي بالسكينه زي ما قلنا او حتى بالقطاعه، يعني هي بيبقى شكلها حلو شويه. وده طبعا بيبقى شكل عندي الجزر ما بشيلوش من الميه لحد ما بستعمله، وده علشان ما ينشفش مني. دي كده طبعا الكميه اللي انا قطعتها كلها. ويفضل جدا عشان احنا بنعمل مخلل مشكل النهارده يبقى كل الكميه اللي عندي، يعني كانت من الخيار او حتى الجزر او اللفت او اي حاجه، تبقى كلها كده قد بعض على اساس ما يبقاش في حاجه اكتر من حاجه. نيجي هنا بقى للخيار. الخيار عندي لازم يبقى ناشف معاكي، ما يبقاش طري. لو طريه مش هتستحمل معاكي التخليل وهتتهري منك. كمان يبقى لازم كله قد بعضه، ما تبقاش في خياره كبيره وخياره صغيره، تبصي تلاقي شويه استووا شويه لسه ما استووش. فيعني وانتي بتنقي كده حاولي انك تجيبيهم كلهم يبقوا قد بعض. ببتدي ان انا اقطعهم عندي بالشكل دوت دواير، تبقى سميكه شويه ما تبقاش رفيعه، على اساس هي ما تاخدش سوا الاول وبقيه الخضار التاني ما يكونش لسه استوى. نيجي بقى هنا للقرنبيط. دي كانت قرنبيطايه كده متوسطه الحجم، ابتديت اقطعها يعني لزهرات صغيره برضو علشان اوازي الاحجام التانية بتاعت المخلل، يبقوا كلهم برضو يستووا مع بعض. طبعا انا غسلته كويس جدا وفي حله او وك على النار، جبت الميه يعني ابتدت انها تغلي معايا كده، وبسقط عندي القرنبيط بس حوالي يعني نص دقيقة، مش اكتر من كده خالص. المهم ان هو يسخن معايا كده، وببتدي ان انا اشيله على طول، لا عايزاه ياخد سوا ولا حتى نص سوا ولا ربع سوا ولا اي شيء خالص. انا بس بشممه كده النار تقليبه والتانية واروح شايلاه على طول. ما بكترش عليه بقى ليه كده على النار، على اساس ان هو اثناء التخليل بيتهري، لو هو خد شويه سوا كده بتبقى نتيجته مش حلوه، وكمان بتبقى ريحته مش حلوه. هنا بقى بعد ما عدى حوالي نص دقيقه ببتدي ان انا اشيله على طول من على النار، وانزله كده تحت ميه جاريه بارده. والمهم ان انا اوقف السوا بتاعه ويبقى عندي بدرجه حراره كده الميه زي ما انتم شايفين. كده بقى تمام جدا معايا، وبرده بخليه في الميه ديت لحد ما احتاجه. نيجي هنا بقى للفلفل. عندي هنا فلفل حامي، لو مش عايزاه ممكن تستبعديه او حتى تحطي يعني 3 4 قرون وخلاص. لو عايزه الكميه اللي موجوده دي حوالي ربع كيلو. كان عندي هنا كمان زيتون مخللاه، فقلت برضو احطه مع التشكيله دي، بيدي طعم وكمان بياخد من طعم بقيه الخضار دوت. وهبتدي ان انا اصفيه واضيفه. وطبعا مخلل المشكل ما يخلاش كده من شويه ليمون حلوين، سواء عندك بعصفر او حتى الساده، مفيش اي مشكله. الليمون ده كنا عاملينه مع بعض على القناه واستوى زي ما انتم شايفين، بصراحه حلو قوي. وعايزه اقول لك هو اضافه كمان للمخلل بتاعنا النهارده. نيجي هنا بقى لهريسه الشطه. لو ما عندكيش هريسه شطه جاهزه او انت حطاها في الفريزر، يبقى هنجيب نص كيلو من الفلفل الحامي او البارد او الحامي والبارد مع بعض. والتركايه هنا بقى عندي حوالي 10 فصوص من الثوم، مش فصوص كبيره، فصوص متوسطه زي ما انتم شايفين. دي بقى اللي احنا هنعمل بيها ريحه شويه مخلل وشويه ميه مخلل جامدين جدا. باخدهم كده عندي على الكبه، لو ما عندكيش يبقى في الخلاط، وهنزود عليهم كده حوالي ربع كوبايه من الميه، بحيث ان هي تبقى سهله معايا كده في الضرب ويطحن عندي بشكل كويس جدا. المهم ان انا عايزاه يتفرم بشكل كويس، ما تبقاش فيه حتت كبيره كده من الفلفل. ودي كده النتيجه اللي انا عايزاها، زي ما انتم شايفين مفروم بشكل كويس قوي. وطبعا المخلل الجميل بتاعنا ده مخليش من اللفت، لكن المقطع ده ما تصورش. نيجي هنا بقى في طبق يعني على قد ما تقدروا يبقى كبير، عايزه اقول لكم هو ما كفاش معايا. وننزل كل الخضار بتاعنا، نزلنا الجزر والخيار واللفت اهوت،
برضو بنقطعه يعني ما يبقاش رفيع قوي، على اساس ان هو برضو ما بياخدش وقت كتير في السوا. نزلت كمان هنا بالقرنبيط وهحط الفلفل. بس عايزه اقول لكم الطبق عندي هنا ما كفش خالص ان انا اقلبه بشكل كويس، فده طبعا هيبقى بره الكاميرا. بفرش كيس كبير كده وبحط عندي كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، من ضمنهم الزيتون وكمان الليمون. صفيت دوت من الميه وصفيت ده كمان من الميه بتاعته. وعندي هنا بقى نص الهريسه دي هبتدي ان انا اقلبها مع الخضار، والنص التاني هحطه عندي في ميه التخليل. بعد هنا ما قلبته زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى شكله ولا ريحته تحفه جدا من قبل ما يتخلل ولا يتعمل فيه اي حاجه. دوك بس قلبنا هريسه الشطه الحلوه دي اللي هي بالثوم مع بقيه الخضار دوت. بالنسبه بقى للبرطمانات، عندك برطمانات صغيره كبيره مفيش اي مشكله خالص، عايزه تحطيه حتى في اكياس برضو على حسب راحتك وعلى حسب الامكانيات اللي عندك. اما بالنسبه بقى لتعقيم البرطمان، لو عندك برطمانات ازاز تقدري ان انت تحطي فيها ميه سخنه بتغلي جدا وتبتدي ان انت تعقميها. لو ما عندكيش وعندك برطمانات اللي هي البلاستيك ديت، بتحطي فيها ميه دافيه مع شويه خل كده لحد ما تبرد، وبعد كده تروحي دلقاها ونبتدي ان احنا نشتغل فيها على طول مفيش اي مشكله. بعبي عندي المخلل بالشكل ده، واحب برضو اوازن يعني اثناء ما انتي كده بتحطي ممكن يجي مثلا في ايدك خيار كتير، جزر كتير، او حتى لفت كتير، فتوازني كده وتبتدي ان انتي تكبسي عندك شويه، ما تبقاش كبس قوي يعني، ما يبقاش في اي فراغات عندك في قلب البرطمان نفسه، يتعبى بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. وطبعا الناس اللي هتسأل، انا شغالة بايديا طبعا، كل واحد بيعمل حاجة في البيت بايده بتبقى مغسولة، كل شوية بنغسل ايدينا، فاحنا مطمنين جدا على الحاجة اللي احنا بنعملها ديت، اكيد مش هنضر نفسنا ولا حتى ولادنا. بعد بقى ما عبيت عندي البرطمانات، بنزل عندي نص الكمية التانية بتاعة الهريسة، ودي طبعا مية بقت كده عندي مكان الخضار. بحط بقى بالنسبة للمية، عندي مية هنا مغلية ومتبردة، يعني مش ميه من الحنفيه، ده علشان نحافظ لاطول وقت ممكن كده على المخلل بتاعنا. بنزل هنا قد ايه؟ ممكن تنزلي على حسب حاجتك، انت عامله كتير او قليل. مبدئيا انا نزلت هنا 3 لتر، يعني 12 كوبايه من اللي انتوا شايفينهم دول، ونزلت عليهم 12 معلقه من الملح. الملح لازم يكون معاكي خشن، ما يبقاش ملح ناعم، ودي برضو من الحاجات اللي بتخليكي تحافظي لاطول وقت ممكن على المخلل بتاعك. واضيف على الميه هنا كمان نص مج كده او نص كوبايه من الخل. الخل هنا مدة حافظه، وكمان بيسرع لي عمليه التسويه، لان احنا هنفتح عليه في رمضان، يعني كلها اسبوعين ويبقى تمام جدا معانا. الخطوه دي بقى بتاعت الشطه خطوه اختياريه، تقدري تحطيها وتقدري ما تحطيهاش مفيش اي مشكله. انا حطيت هنا على 3 لتر 3 معالق مش كبار من الشطه. بس عايزه اقولك هتاخدي شويه ميه مخلل جامدين جدا، ده غير ريحه بقى الميه الجميله جدا دي، هتغير لك كده من المخلل نفسه وهتعمل لك شويه مخلل حلوين. بعد بقى ما عبيت عندي البرطمانات كلها، ببتدي ان انا املاهم كده بميه المخلل ديت. بملاها كويس جدا، يعني ما ينفعش ان انا اسيب جزء من البرطمان ما فيهوش ميه، لازم تتعبى كلها، حتى تتاكدي بقى كده بطرف معلقه، وتبتدي ان انت تزودي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المهم يبقى عندك البرطمان كده على الاخر ميه، ودي برضو حاجه كويسه. نعمل ايه بقى علشان ما يوصلوش اي هوا؟ بجيب كيس تلاجة او حتى اللي هو الاسترتش دوت، ببتدي ان انا احطه من بره. لو مش عايزه من بره نبقى نحط الكيس كده من جوه ونقفل بشكل كويس جدا، نبقى كده بعدنا الهوا خالص عن المخلل ويستوي بشكل حلو قوي، وكمان ما يحصلوش اي حاجه. وبالنسبه بقى للون المخلل، الميه عايزه اقول لك يوم ولا 2 كده من بعد التخليل هتلاقي لون المخلل نفسه حلو قوي، من غير ما نزود عليه اي بنجر ولا اي لون خالص. الفلفل هيديني لون حلو، والشطه اللي احنا كمان حطيناها. بكمل عندي بقيه البرطمانات بالشكل ده، وضروري جدا ان احنا نفصل كده ما بين الهواء وما بين المخلل على اساس ان هو ما يفسدش بسرعه. المخلل كمان من الحاجات اللي هي اول ما بتستوي المفروض يعني نحطها عندنا في التلاجة، بتتحفظ اكتر لان احنا داخل علينا صيف، فدي طبعا مش هتبقى احلى نتيجة، والمخلل هيبتدي ان هو يكمل في سواه، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ناخد نتيجة كويسة جدا، لان المخلل بتاعنا ده قصير الاجل مش طويل الاجل، يعني مش للسنة كلها، لفترة معينة اللي هي الاسبوعين قبل رمضان دول. وبكده يبقى خلص معايا الفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبك وجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك وللمتابعة فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد، وسلام عليكم.